في اللحظة اللي الكل افتكر فيها ان خلاص الجولة انتهت، كانت البداية الحقيقية للبطل عبد الله حسونة. الخصم افتكر خلاص انه حسم النتيجة وان عبد الله وقع وصعب يرجع. الكل اطمن الا بطلنا عبد الله اللي فضل حاضر وواعي. في ثانية واحدة عبد الله استغل ان الخصم بتاعه مطمن زيادة، قام بحركة سريعة قلبت الموازين وخطف الفوز من الخصم بتاعه. ده بالظبط اللي بيحصل في العلاقات. أول ما بنقول إحنا كده تمام والدنيا زي الفل وخلاص هي مضمونة أو هو مضمون، فإحنا خلاص ما عدناش محتاجين لمجهود، وننسى تماما إن الطرف التاني ليه احتياجات، وإن العلاقة دي محتاجة إن أنا أبقى واعي وحاضر طول الوقت. العلاقات مش بتقع فجأة، العلاقات بتبتدي تضعف لما نآمن قوي وخلاص نضمن الطرف التاني ونبطل نشوف احتياجه. يعني نبطل نسأل أنت عامل إيه، نبطل نهتم بالتفاصيل الصغيرة، لما نبطل نطمن قلب اللي معانا. احكي لكم موقف حلو قوي. السيدة عائشة في يوم كانت بتحكي للرسول عن أم زرع وأبي زرع، فكانت بتقول له إن قد إيه أبي زرع بيحب أم زرع إلا إنه طلقها. فالرسول فهم السيدة عائشة عايزة توصل لإيه، عايزة يطمنها. أمنا عائشة عايزة الرسول يطمنها إن هو هيفضل جنبها العمر كله. شوفوا بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. هو فهم هي محتاجة ايه. مش معنى انك مطمن انك تهمل العلاقة، ومش معنى ان العلاقة هادية انها مش محتاجة مجهود ولا سعي ولا مودة. الخلاصة ان اللي بيحافظ على العلاقة مش اننا نبتديها بقوة، لكن اللي بيحافظ على استمرارها وعلى جمالها، واللي بيقدر قيمة وجود شريك حياته في حياته. تعالوا بقى كل واحد يسأل نفسه سؤال بصدق: انت مطمن في العلاقة لدرجة انك بتهملها، ولا مطمن للعلاقة لدرجة انك نفسك تسعد الطرف التاني وبتهتم وبتسعى لتحقيق المودة في العلاقة دي؟ ابعت رسالة لشريك حياتك النهاردة من غير أي سبب طمنه فيها.